السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا الفيديو ده مصوراه قبل رمضان بيومين وما كنتش نزلته، فقلت انزله بالمرة يعني. حبايبي انا هنا دي قرنبيطة سلقاها، ومعايا 5 بيضات ومج من اللبن و3 معالق من الدقيق وفصين تم مهروسين وقرن فلفل، و يعني حزمة صغنونة كده من ورق الكزبرة بس الاخضر اللي هو الفريش، ومعايا معلقة من البيكنج باودر. اول حاجة اعملها يا حبايبي مع بعض هنا اللي هو هضيف اللبن هنا في البولة دي او في الطبق ده، وهنزل عليهم بالمعلقة. كمية الدقايق اللي انتوا شفتوها هما 4 معالق بس مش كبار، ولو كده يبقى 3 معالق هرمية. وهنزل بالمعلقة البيكنج باودر، وبعد كده هنزل بالبيض. وبالمناسبة نسيت اقولكم في اول الاضافات ضفت ربع كوباية من الزيت، مج صغير. هنا معايا معلقة حلوة من الكزبرة، وعلى سن المعلقة كمون والبابريكا والفلفل الاسود وشطة على فكرة والملح. هديلهم برضو تقليبة كويسة كده، وهنزل بقى بيهم على القرنبيط. معايا الصينية دهنتها، وهنزل بالقرنبيط على الخليط ده، وبعد كده هبشر عليه. دلوقتي نسيت اقولكم ان انا بحط جزرايه، فبشرت نص جزرايه صغنونه كده، وهقلبهم برضو كويس مع بعض عادي خالص. هما في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده، ان شاء الله توسع بكميه كويس يعني مناسبه في كل الصينيه. ادي شكل الصينيه بعد ما دخلتها على فرن سخن، بس مهديه النار خالص، على يعني يعتبر تحت الوسط كمان زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله يعني بألف هنا، اللهم بارك. حلوة وسمكة حلو وكبيرة. حبايب قلبي ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ولا اجيب لكم جودي تقول لكم اللايك والاشتراك. يلا كل سنة وانتم طيبين، وتعود عليكم الايام بخير وعلى الامة كلها، اللهم امين. شايفين بقى ما شاء الله لما طلعتها من الفرن سمكها عامل ازاي؟ والله كأنها كيكة. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. مع السلامة. متنسانيش بقى باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين.